بسم الله الرحمن الرحيم. تبارة اليوم محمصة جارية مدبشة. فيديو اليوم نقدم لكم فيه فكرة عشاء شتوي بارد. فما يقهر البرد كان فم محمصة سخون مدبش بالبقول الجافة وبالخضرة، وما تكمل الدبارة كان بالخبز العربي الفاوح في الدار. كسرة منورة تعمل الكيف، عجنتها على يديا وحضرتها على السريع. تبعوني ما تندموش. المكونات متاع المحمصة مش مضبوطة راهي بالكيل، المهم تكون فيها خضرة وبقول وبروتين باش تجينا أكلة متكاملة ومغذية. أنا حطيت فيها الفول المصري والعدس والحمص والفول الأحمر منفختهم من قبل، وسفناريا وراس لفت وطماطم حية مرحية وبصل على نوعين أبيض وأخضر ومعدنوس وكرافس وسلق. واللحم حطيت طرف بقري مخلط مش هابرة باش يعطي فيحة أكثر. ولفحات حطيت مغرفتين كبار طماطم مرحية ومغرفة كبيرة فلفل أحمر مرحي بابريكا ومغرفة صغيرة كركم ومغرفة تابل وكروية وراس كبير ثوم. وأهم مكون في المحمصة الكل هو مغرفة صغيرة حلبة كعب، تعطي فيحة للمحمصة مش نورمال وتعدل الطعم متاع الأكلة الكل. أول ما نبدأ نحط الزيت ونضيف له البصل والطماطم المعجونة ونسقيهم بكاس ماء سخون ونحركهم ونخليهم يشكشكوا مع بعضهم. وهنا مهمة البصل تنحي قروسية الطماطم كانت وجدت. وقت اللي الطماطم تشكشك نحط الفول يتصمت على جنب، ما نطيبوشه في المرميط مع المكونات الأخرى باش ما يسيبش لونه لكحل في المحمصة تجينا زرقاء، وباش ما يخرجش الفول على القشرة وفي نفس الوقت يطيب نقشروا منه طرف على الجنب. وقت اللي نصمتوه ما نحطولوش الملح باش في ساعة يطيب. نرجع للمرميطة ونحط طماطم الكعب ونزيد طروف اللحم ونخلط، وبعد نضيف الزيانة البابريكا أنا اللي عندي مش حارة، ونحط الكركم ونمرق بكاس ماء ونخلط، ونحط عليهم الحمص والفول المصري اللي يسيب هك لميدوم تاعو في المحمصة ويخثرها. وبعد نحط العدس والسفناريا واللفت والسلق اللي مهمته يساعد على تطيب الحمص، ونمرق بكمية ماء سخونة وباهية. وبعد نحط عاد الحلبة ونخليها تطيب على روحها. وانا راني حطيت مغرفة ملح، اما المقطع ما تصورش. وقت اللي المحمصة تطيب قشرت الثوم وهرسته مع التابل والكروية وخليته على جنب. وما ننساش ديما نتفقد المرميطة ونحركها ودوبا تغلي المكونات الكل تفوح ريحتها بنينة وفاوحة تهبل. وعلى السريع عملت الكسرة، خذيت 200 جرام سميد أرطب و200 جرام فرينة و4 جرامات خميرة حلويات، خلطتهم الكل في بعضهم بالكدا. عملت حفرة في الوسط وحطيت 7 جرامات خميرة خبز، وحطيت معاهم نصف مغرفة صغيرة سكر، وصبيت طرف ماء دافي وحركت الخميرة للي ذابت في الماء، وبديت نجبد بالطرف في الدقيق واللم. نضيف في الماء بالطرف واللم في العجينة، وما ننساش نحط الملح. نتحسس بيدي ونعجن. انا عجنتها لمدة 6 أو هكاك 7 دقايق. كان ما زلتوا معايا ما تنساش باش تحطوا لي جيم وتشاركوا في القناة، تكتبوا لي كومنتير نعرف به انطباعاتكم على الفيديو. وهذه العجينة اللي تحصلت عليها
لا هي يابسة ولا هي طرية، في المتوسط هكاكا، طرية ومتماسكة. ناخذها مباشرة ونقسمها على كورتين، وراني بليت ايديا بطرف متاع زيت، ونحطهم على الرخامة ونصب عليهم طرف زيت ونخليهم يرتاحوا لمدة 5 دقايق. بعد ما ارتاحت العجينة طرف، ناخذ الكورة الأولى ونطرحها على الرخامة ونحلها بيدي، وفي الفيديو نوريكم سمكها. ناخذها تو دوسمون ونهز نطيبها على الطاجين اللي سخن وقت اللي العجينة ترتاح. نقبها بالفرشيطة ونقلبها على الجهتين للي تطيب، واحنا نسموها كسرة منورة، معناها ما نخلوهاش تخمر، نطيبوها مباشرة بعد العجن. كي تحمار ترتسم عليها هكا أشكال كيما النوار، يعني الورد. وما ننساش نتفقد المحمصة بجنبي، نحركها نتفقدها بالباهي ونشوف إذا الحمص واللحم طاب، معناها راهي حضرت باش نحط فيها المحمصة. وقت اللي الفول يطيب نصفيه ونرميه في المرميطة ونخليه ياخذ غلوة مزيانة مع بقية المكونات، ونحرك بالباهي ونتفقد الماء ونذوق على الملح. وقت اللي نتأكد اللي الخضرة طابت والبقول الكل هي طابت واللحم زادة ونذوق على الملح، الزمان هكا نحط الثوم اللي هرسته مع التابل والكروية، ونضيف عليه البصل الأخضر، هي العروش الخضرة متاع البصل أنا نقطعها ونخبيها في بيت الثلج كل وين نستحق نجبد طرف، ونحط عليها المعدنوس ونزيد نضيف لها الكرافس اللي باش يفوحوا هذوما الكل، وتبقى النكهة كي نحطوهم هكا في الاخر تبقى النكهة متاعهم. وفي الوقت هذا ان نحط المحمصة متاعي، انا عندي المحمصة العربي وحتى المحمصة السوري زادة تجي بنينة، نسقطها في المرميطة ونخليها تغلي للي تطيب، ونضيف لها قرين الفلفل الأخضر اللي يفوحها. هنا اللي يحب على المحمصة تجي حارة الزمان هذا يحط طرف فلفل أكحل وإلا طرف هريسة عربي باش تبدأ محرحرة أكثر. وهذه محمصتنا حضرت في حوريحة بنينة تهبل. هذه محمصة أنتي برد، ضربة للبرد. إن شاء الله فكرة العشاء عجبتكم، محمصة مدبشة معها كسرة منورة تعمل الكيف، وبزايد كي نحطوا معها قرين فلفل هكا حار وكعيبة زيتون بنينة، شي كبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.